بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده والايام دي بالذات مجموعه من الشباب ومجموعه من القنوات ومجموعه من البرامج وناس كتير طالعه ما تتكلم اكرم توفيق اكرم توفيق اكرم توفيق. جرفونا باكرم توفيق. مضى للشمال القطري مع السلام. احنا مش خسرانين يا ابني، يا اكرم يا توفيق، احنا مش خسرانين. النادي الاهلي ما بيوقفش على حد. النادي الاهلي ما فيش لعيب بيوقف عليه. يا ابني انت يا ابني انت غلبان. انت لعبت في النادي الاهلي 5 مواسم ولا 5 سنين، قعدت سنتين مصاب فيهم 2 رباط صليبي. مين اللي عملك يعني في خلال ال3 سنين اللي انت لعبت فيهم مع النادي الاهلي؟ مين اللي عملك؟ النادي اللي عملك، النادي اللي صبر عليك، النادي اللي دعمك. لكن احنا مش بنتمسك فيك زي ناس تانية، لا. عاوز تمشي في 60,000 داهية، يجي غيرك مليون. يا ابني الأندية جميع لعيبة الدوري المصري كله ودوري ولعيبة أفريقيا كلها تتمنى إن هي تلعب للنادي الأهلي. بس إحنا مش خسرانين، أنت الخسران، أنت الخسران. وبعدين يعني الكم مليون أنت مش عاوز تجدد للنادي الأهلي علشان خاطر تروح فري، علشان خاطر تاخد الإيه، القرشين 60 مليون اللي أنت مدة العقد بتاعك هتروح. يا حبيبي الفلوس بتنصرف، الفلوس بتنصرف، لكن التاريخ ما بينصرفش. هتروح تعمل تاريخ في الشمال القطري ديتك بس الموسم دون. الموسم الجاي هتلعب مع الشمال القطري ان شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية. اول اصابة يقول لك مع السلامة. انت لعيب محترف، انت لعيب محترف. اصابتك بره النادي، احنا ما تلزمنيش. الناس دي بتشتري اللعيب بفلوس زي الاهلي برضك ما بيشتري اي لعيب بفلوس. ما عادش فيه انتماء. ما حدش في ما حدش عاد يكلمني نهائيا على انتماء اللعيبه للانديه. ما فيش حد عاد بيفكر في النادي نهائيا غير جمهوره. الجمهور هو الانتماء الوحيد اللي من القلب، اللي بيشجع ناديه من القلب، سواء كان بيشجع زملكاوي ولا مشجع اهلاوي ولا اسماعيلاوي ولا اتحداوي ولا اي مشجع على مستوى الكرة الارضية كلها. جمهور بس هو اللي عنده انتماء لفريقه وناديه، هو اللي بيقعد معاه، هو اللي بيعيش معاه، وبيزيد ما بينقصش. يعني جمهور النادي بيزيد ما بينقصش. بل اللعيب ما بيكسبش حاجة. اسأل غيرك، رمضان صبحي وعبد الله السعيد، احمد فتحي، عصام الحضري، هم عملوا تاريخهم دون، عملوا التاريخ بتاعهم في النادي الاهلي. مشوا من النادي الاهلي مفيش بطولة دخلت جيبهم. ليه؟ لان هم بيروحوا اندية ما ملهاش اي لازمة يا ابني. ملهاش اي لازمه. ويوم ما ياخد بطوله بياخد بطوله متقاعسه، بياخد بطوله صغيره على قده. اخره كاس مصر، اخره كاس الرابطه، بس دي اخره. لكن كاس الرابطه الاهلي كل سنه بيطلع منها يقول لك مش فاضي، انا مش فاضي لكاس الرابطه. ايه ابو 500,000 ولا بمليون جنيه دون، ولا ايه. لكن افريقيا بتودي كاس العالم ده، كاس العالم للانديه افريقيا. الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه وهتقعد تتفرج عليه. يا حبيبي احنا مش عايزينك في 60,000 خراره سكه اللي تودي. احنا مش هنلم لك فلوس عشان خاطر نقعدك. لا يا حبيبي، ما تتشرطش على النادي الاهلي ولا على اداره النادي الاهلي. رسالتي للنادي الاهلي ولا الاداره، مع السلامه. انتوا كنتوا المفروض تقولوا له ساعه واحده وترد علينا. ساعه واحده، بعد الساعه يلا مع السلامه. المفروض يتجمد لاخر الموسم، ما تلعبوش. احنا النادي الاهلي ناقص لعيبه، واصابات بالجمله. اللعيبه كتير، النادي الاهلي في احتياجها دلوقتي. لكن لا، اطلع لعيب من الناشئين، من الناشئين
اطلع اللعيب من الناشئين واقول له مع السلامه، يقعد كده متجمد طول الفتره، طول نهايه الموسم، ويروح للشمال القطري فري. خلاص رحت فري، مع السلامه. دي رسالتي لاكرم توفيق. بص للعيبه اللي هي كانت زيك وبتندم وبتحفى دلوقتي عشان ترجع. يا ابني انت شوف، هتمشي بمزاجك من النادي الاهلي، لكن هترجع بمزاج النادي، وهترجع بمزاج الايه، الجمهور بتاع النادي، ومش هترجع ولا هتشوفها تاني في النادي. مع السلامة يا أكرم.